وكل البلاطات اللي فوق الارض كام 20. لو البلاطه تحت الارض بضيفها كام 15. يبقى تغير درجه الحراره، انا عندي هنا المنشأ بتاعي كل البلاطات تحت فوق الارض، لان عندي هنا البدروم فوق منسوب الارض بارتفاع 30 سم، فانا كده عندي البلاطات كلها فوق الارض، فانا هضيف درجه الحراره بتاعتي كام 20، وهقول له ريبليكيت وهقول له ابلاي. انا كده ضفت واقول له اوكي. كده لما اضغط كليك يمين على البلاطه بتاعتي هلاقي الفلو انكفر ب 15 من 100، والال ال ار ب 2 من 10، ودرجه الحراره بكام ب 20 درجه سلسيوس، وهلاقي الوول بكام بنص، وهقول له هنا تعالى اوكي. طيب انا كده ضفت اللايف لود على البلاطه بتاعتي، انا عايز اضيف بقى اللايف لود على البلاطه اللي انا معرفها النون اللي هي فيها اللايف لود ب 3 من 10، اللي هي على البلكونات وعلى على الحمامات والمطابخ وعلى السلالم وعلى الترصات بتاعتي. فهقول له هنا سيلكت بروبرتيز، وهقول له هات لي السلاب وحدد لي البلاطه النن، وهقول له سيلكت واقول له كلوز. هلاقي عندي محدد لي كام كل البلاطات النن عندي اللي هي 243 شيل. طيب هعمل ايه؟ اقول له اساين، هقول لي تعالى هنا على الشيل لود يونيفورم لود، وهقول له هات لي ال ار وخليها لي بكام بواحد من 10. تمام، عشان تبقى كده كام 3 من 10. وهقول له هنا ايه ريبليكيت، انا كده كده ما عنديش احمال قبل كده، وهقول له ابلاي، هقول له اوكي. كده هلاقي في عندي ايه هنا البلاطه هنا عليها حمل ال ار بواحد من 10، والبلاطه تحتها عليها 2 من 10، يبقى انا كده عندي على الحمامات والمطابخ بكام اللايف لود ب 3 من 10. انا كده ضفت الاحمال بتاعتي، عايز اعدل برضه فيهم شويه حاجات تانيين. ايه تاني؟ تعالى كده اهو كل البلاطات، لا ثواني، لما انا حددت البلاطه النن عندي راح محدد لي ايه، حدد لي البلاطه النن اهي، وحدد لي كمان معاها الفتحات، انا مش عايز الفتحات. يبقى انا كان مفترض لما هقول له سيلكت واقول له بروبرتيز، او هجيبها له من هنا، تعالى اقول له ايه اوبجكت تايب، واقول له الغي لي حدد لي الاوبننج، واقول له سيلكت كلوز، هلاقيها 51 شيل ايه اوبننج. هاجي على الساين وهقول له شيل لود يونيفورم، وهقول له ايه تعالى على ال ار واقول له ايه ديليت، واقول له ابلاي اوكي. هلاقي شل الايه اللايف لود اللي كان متضاف عندي على الفتحات، لان انا ما عنديش بلاطه اضيف عليها لايف لود ليه. طيب هطلع في الادوار اللي بعدها كذا اهي، في كل البلاطات طول ما انا ماشي الاحمال بتاعتي متضافه. تمام كده. طيب تعالى هنا بقى هعدل على طول في ارجع للوان ستوري. تعالى بقى في البلاطه بتاعه الوف. البلاطه بتاعه الوف عندي هنا فوق فيها خزانات، يعني خزانات الميه اللي هي بتاعه نظام الحريق دي. طيب هنا هعمل ايه؟ هقول له هنا ادي البلاطه عندي اهي، في عندي ال ار ب 2 من 10، انا عايز بقى اضيف له بلاط الخزانات اللايف لود بتاع الخزانات، فاقول له هنا حدد لي البلاطه دي، وهاجي هنا على الساين وهقول له شيل لود يونيفورم. هقول له هنا عندي بقى هات لي ايه ال ام بتاعت الايه الخزانات، وخليهولي ب 3 من 10، وهقول له ابلاي، واقول له ايه اوكي. كده لما اضغط هنا كليك يمين هلاقي ضاف لي عندي ال ار ب 2 من 10، ال ام بكام ب 3 من 10، واقول له اوكي. طيب تعالى على واعدل برضه، عايز اعدل حاجه تانية اللي هي الفلون كفر. انا عندي بلاطه السطح دي او بلاطه الروف بيكون عليها العزل الرطوبه وعزل الحراره، فانا عايز اعدل الفلون كفر بتاعها اخليه بكام ب2 من 10. وهنا هقول له ايه ريبليكيت مش اد، ريبليكيت ليه احذف لي الفلون كفر القديمه اللي انا كنت عاملها ل 15 من 100 وضيف لي واحده جديده، وهقول له ابلاي، وهقول له ايه اوكي. تعالى كليك يمين نروح نشوف كده الفلون كفر بقى كام 2 من 10، والال ار 3، والال ام 3، واللايف لود بتاعي السكن 2، والحراره 20، والوول بنص، وهقول له اوكي. هطلع كده على الدور اللي بعده هلاقي في عندي 4 بلاطات اهي، هقول له كليك يمين. عايز اعدل برضه هنا الفلون كفر بكام ب 2 من 10، وعايز اعدل اللايف لود، ما عنديش سلالم بيطلع لي فوق البلاطات دي اللي هي الشخشيخه، فانا هعدل اللايف لود بتاعي لكام لواحد من 10. تمام تعال نقول له اوكي. ممكن احددهم كده ل4 من هنا، او ممكن اقول له سيلكت لو انا عندي كذا بلاطه، سيلكت واقول له بروبرتيز، واقول له هات لي السلاب، حدد لي السلاب اللي سمكها 14 سم، واقول له كلوز. طيب هاجي اعمل ايه اساين، هاجي هنا شيل لود يونيفورم.
تعالى لي بقى الفلون كفر ده خليتني من 10 اقول له اوبليكيه، وتعالى لي عند ال اه لايف لود السكني وخليه لي 1/10 وهقول له ابلاي. هقول له ايه نو سيلكت، او هنا احدد اول بريفيس سيلكت احددهم لي كلهم تاني الاربعه اشيلهم، واجي اقول له ايه ابلاي. هقول له اوكي. لما اضغط كده كليك يمين هتتعدل عندي اللايف لود السكني ب1/10 والفلون كفر ب2 من 10 عشان العزل اللي عندي، ودرجة الحرارة 20 تغير درجة الحرارة والوول بكام بنص، واقول له اوكي. كده انا ضفت الاحمال اللي عندي. تعالى في عندي خطوة تانية بقى اللي هي الدايفرام. تعالى بس اقول لك على حاجة تانية. تعالى اطلع لي هنا هقول له هات لي البلان واقول له هات لي البيز وهقول له اوكي. انا عندي ده برج سكني، انا عندي اللبشه بتاعتي الاساسات بتاعتي هتكون ايه لبشه، فالاعمده بتاعتي كلها هتكون ايه فيكسد. اقول له حدد لي دي كلها كده البيس بتاعتي كلها، وهقول له هنا على الساين واقول له جوين، وهقول له هات لي السترنج ده وهقول له اعمله لي كله ايه فيكسد، وهقول له ابلاي. اوكي انا حددت الاساسات بتاعتي كلها لايه لفيكس. تمام كده. طيب تعالى لي بعد كده على خطوة الدايفرام. الدايفرام ده لما تجي عند الزلازل بيقول لي عرف لي هيخبط في نقطة واحدة، يعني عرف لي الضوء بتاعي كله في ايه في نقطة واحدة. طيب تعالى اقول له على ديفاين وهقول له هات لي الدايفرام. هقول له انا عندي لكل بلاطة يستحسن اعملها كل بلاطة ايه الدايفرام لوحدها، فانا هقول له كده ده 1 اهي، وهقول له عندي ويجت ولا سيم ويجت، فانا هقول له ايه ويجت وهقول له اوكي. هقول له بعد كده اد نيو، ده بروجكت زي ما هي للبلاطه الدور التاني. انا عندي 11 بلاطه هقول له اوكي اد نيو، اد نيو 11 ايه دايفرام، وهقول له اوكي. طبعا كلهم ايه سيم كلهم ايه بروجكت، وهقول له ايه اوكي. طيب هاجي بعد كده انا عايز احدد دي بلاطه البيزمنت اول بلاطه عندي، فانا هحددها كده كلها اتاكد ان انا عامل هنا ايه وان ستوري بس، هحددها كلها واجي على الساين وهقول له على الساين وهقول له ايه شيل لود، وهقول له هات لي لا اسف هاجي على الساين واقول له شيل، واقول له هات لي هنا ايه الدايفرام. هقول له دي اسمها ايه دايفرام 1، وهقول له ابلاي عليه يحدد لي الدايفرام بتاعتي كلها في ايه في نقطه واحده. تمام كده. طيب بعد كده ولان برضه الريجيد عندي لما اجي اعمل تشيك السي ام والسار هلاقيه بيحسب لي السي ار سنتر اوف ريجيديتي بتاعتي. طيب هيطلع فوق البلاطه اللي بعتها الجراوند هحددها كلها وهقول له دي اسمها ايه دايفرام 2 وهقول له ابلاي. هطلع في البلاطة اللي بعدها اللي هي ستوري 1 هحددها كلها وهقول له دي ايه دايفرام 3 وهقول له ابلاي. الدور اللي بعده هحدد كله وهقول له دايفرام 4. اللي بعده هحدده كله وده رقم 5. هطلع في الدور اللي بعده هحدده كله وده رقم 6. هقول له ابلاي. اللي بعده هحدده كله وده رقم 7، ان انا بدوس ابلاي عشان ما يقفليش دي وارجع افتحها من تاني، لا هي موجوده معايا بشتغل على كله مره واحده. اللي بعده رقم 8 اقول له ابلاي. اللي بعده ودي رقم 7 دي رقم كام 9 واقول له ابلاي. هنروح اللي بعدها بلاطه الروف حددها كلها وهقول له دي ايه رقم 10 واقول له ابلاي. روح البلاطه اللي بعدها حددها كلها واقول له دي رقم كام